ليه من الأفضل إنك تبدأ يومك بفطار مالح مش فطار حلو؟ زي ما اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن قد إيه جسمك بيبقى متوتر جدا لما بيلاقي إن أول حاجة إنك بتدخلها له في بداية اليوم هو عبارة عن فطار حلو أو حاجة مسكرة. فالعكس تماماً هو اللي بيحصل لما بتقرر تبدأ يومك بفطار مالح واللي بيكون غني بالبروتين والألياف زي البيض والجبنة، خبز الحبة الكاملة والشوفان والفول واللبن والزبادي. وإنت مش متخيل الفطار اللي من النوع ده بيكون فوائده على جسمك قد إيه. عد معايا، بيزود معاك إحساس الشبع لفترات طويلة، وده لأن البروتين والألياف من المعروف إنها بتحتاج وقت أطول في الهضم، وده اللي بيخليك تحس بالامتلاء والشبع لفترة طويلة ويحميك من تناول أي وجبات خفيفة أو غير صحية في نص اليوم. كمان بيساعد على استقرار مستوى السكر في الدم وبيمنع أي ارتفاع أو انخفاض حاد ممكن يحصل في مستويات السكر، وده على العكس تماماً من اللي بيحصل في حالة الفطار الحلو، وبالتالي بيحافظ على طاقتك وبيحميك من أي شعور بالإرهاق أو التعب. بيساعدك في نزول الوزن، وده لأن البروتين بيلعب دور مهم جدا في بناء الكتلة العضلية، وبالتالي بيعلي معاك برضو من معدل حرق السعرات خلال اليوم. بيحميك من أخطر الأمراض المزمنة زي السكري من النوع الثاني، ارتفاع ضغط الدم، السمنة، أمراض القلب والأوعية الدموية. كده نقدر نعرف إن وجبة الفطار من الوجبات اللي ما ينفعش يكون اختيارها عشوائي أو غير محسوب، لأنها بتأثر تأثير مباشر على طاقتك وشهيتك طول اليوم. ولو حابب تعرف أكتر عن التغذية السليمة وأهم النصايح اللي ممكن تساعدك تعيش بشكل صحي، تابعنا في دايتيتكس أكاديمي البريطانية النهاردة وانتظر معانا الفيديو اللي جاي.